يا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ دي النهارده فيديو ريفيو لسيرم لوريال جلايكوليك اسيد برايت ونسبته 1%. وده سيرم جديد نزل، وده مفروض انه بيفتح البشره وبيدي اشراقه للبشره. وانتوا طلبتوا مني اني اجربه، وانا بجربه ليا شهر بالظبط. تاخد وقتي عشان اقول لكم بيعمل ايه بالظبط ومش بيعمل ايه، خصوصا ان برضو انا مش من الناس اللي بتفضل قوي منتجات لوريال. انا جربته بس عشانكم، اترددت بسبب ان التركيز قليل جدا. كمان منتجات لوريال بيستخدموا عطر، والعطر بيكون قوي شوية. هو موجود في الصيدليات وسعره في حدود 295، كان الاول ب275. ده لونه. تاني حاجة قوامه خفيف جدا والبشرة بتمتصه حلو جدا، عادة زي منتجات لوريال. فيه عطر بس ريحته حلوة، يعني هو فيه عطر قوي مش قليل بس ريحته حلوة، ومع ذلك ما عمليش اي تحسس نهائي. بصراحة اتضايقت في البداية لما لقيت ان الريحة قوية، وتوقعت انها تعملي تحسس في البشرة، لان انا في الغالب مش بستحمل المنتجات اللي فيها عطور. بس لما كمان تكون العطور قوية او العطر خفيف تماما ما بيعملش معايا اي مشاكل. بس لما بتكون الريحة قوية وواضحة زي اللوريال في الغالب بتحسس منه. بس الغريب ان ما عمليش اي تحسس نهائي، وامتصاصه كان حلو جدا، وملمسه على البشرة كمان حلو، والبشرة بتمتصه وبيدي زي جلو كده وترطيب للبشرة. كاتبين عليه طريقة الاستخدام انك بتاخدي 3 نقط منه، بس انا بصراحة يعني باخد اكتر من كده، يمكن باخد 6 نقط كمان. بتستخدميه بالنهار او بالليل او قبل الميك اب، وانا عن نفسي في الشهر ده ما كنتش بستخدمه غير مرة واحدة بس بالليل. بقى للتأثير بعتذر شوية عن الاضاءة، لاني النهاردة مصورة بدري قوي في الشمس لسه قوية، فلو حسيتوا ان الفيديو يعني مش واضح. المهم ما حبيتش اتأخر في السيرم ده، وهقول لكم ليه. بالنسبة للتأثير بعد شهر، اول حاجة بيشتغل عليها وهتلاحظيها مجرد ما تستخدميه بعد 4 أو 5 أو 6 ايام بالكتير، ان فعلا بينعم ملمس البشرة. لاحظت معاه ان ملمس البشرة انعم. الناس اللي عندها دايما مشكلة ان الملمس خشن، او بتحس ان البشرة فيها تراكمات وفيها مناطق خشنة، فيها مناطق تحس ان البشرة نفسها مش ناعمة كده. حتى لما بتحط الفاونديشن بتلاحظ فعلا الموضوع ده، حتى لو مش بتلاحظه من غير ميك اب فهو بيكون باين جدا اكتر كمان في الميك اب. خلي فعلا ملمس البشرة ناعم جدا، كأنك بتعملي يوميا تقشير لطيف من غير ما يكون فيه قشور. كل اللي بس اللي بتلاحظيه ان البشرة ملمسها ناعم، كأن البشرة نظيفة ومفيش الاماكن اللي بتبقى خشنة او التراكمات. فعجبني جدا في النقطة دي. فاي حد بيلاحظ ان ملمس البشرة خشن، او حاسس ان البشرة محتاجة انها تتقشر بس بحاجة لطيفة، او عنده تراكمات من الجلد الميت، فده هيشتغل معاكي في النقطة دي. اول حاجة برضو عجبتني فيه، ودي برضو هتفرق مع بنات كتير، ان بيعلي فعالية باقي المنتجات. يعني لما كنت بستخدمه بالليل عشان بيعمل تقشير لطيف للبشرة، وكنت بالنهار بستخدم مواد فعالة تانية زي النياسيناميد، حسيت ان الفترة اللي كنت بستخدمه فيها بالليل عشان بينعم البشرة وبيخلي البشرة تستقبل المنتجات احسن، لانه بيعمل زي تقشير فبيضيع التراكمات الموجودة في البشرة. فحسيت معاه في الفترة اللي انا استخدمته فيها ان فعلا اي سيرم بستخدمه بالنهار بستفيد بيه اكتر، او بحس ان البشرة بتستفاد بيه اكتر. فاي حد او في بنات كتير فعلا بتعاني من المشكلة دي، انهم بيجيبوا منتجات وبيحسوا ان تأثير المنتجات دي معاهم ضعيف. في الوقت لما حد تاني يجرب المنتجات دي يحس معاها بتأثير ونتيجة، ففي الحالة دي برضو انصحكم بالسيرم ده، لان فعلا بيشتغل انه بيعمل تقشير لطيف للبشرة، فمش بيتعارض حتى مع المواد الفعالة. مش التقشير القوي اللي يخلي البشرة حساسة. استخدمي مواد فعالة تانية بالنهار فتحسي ان البشرة اتحسست بزيادة، لا بيعمل تقشير بس لطيف جدا. فكمان حلو في نقطة ان بينعم ملمس البشرة، حلو ان بيخلي كمان ان البشرة تمتص باقي المنتجات احسن، او تستفاد بباقي انواع السيرم اللي هتستخدميها تاني يوم احسن. عجبني جدا على فكرة في النقطة دي، لان اكتر حاجة دايما بتسأل عليها. فده كمان مقشر لطيف مناسب للبشرة الحساسة، مناسب للاستخدام اليومي. ندخل بقى بس على اهم نقطة والمفروض انه بيشتغل عليها، وهي نقطة التفتيح. بس عشان اكون صريحة معاكم، هو التركيز اللي فيه مش تركيز قوي عشان تحطه
توقعات كبيرة عليه بخصوص التفتيح. ده عايز يستخدمه عشان عنده مشكلة غمقان او تصبغات بسبب الكلف، فهو مش هيجيب معاكي نتيجة نهائي. والكلف انا بشوفه من الحاجات اللي لازم كمان تتعالج صح، لان اوقات بتكون في لخبطة في الهرمونات. التصبغات القديمة اللي بتكون عندك من سنين، من 5 سنين او 6 سنين، كل ما بيعدي سنين والتصبغ بتحسي ان هو موجود معاكي ما تأثرش نهائي، اعرفي ان التصبغ ده عميق، موجود في طبقات عميقة، مش اي نوع سيرم ينفع معاه. كمان في اوقات بيوصل التصبغ انك بتحتاجي كمان جلسات مساعدة مع الحاجات الموضعية، واوقات في ناس بتكون عندها كمان مشكلة داخلية. بس قلت لكم قبل كده ان اقراص الفيتامين سي بتساعد السيرم او الكريم لو بتستخدموا حاجة للتفتيح، لانها بتبتدي تعالج شوية المشكلة داخليا. فالتصبغات القديمة لأ، الكلف لأ، بيفتح اثار الشمس الجديده لو حد يعني بشرته بتبدا تغمق في الصيف. الليل هيساعد معاكي جدا انك ترجعي للونك الطبيعي، حلو جدا كمقشر لطيف، حلو جدا لاثار الحبوب الجديده، للتصبغات الجديده، اثار الشمس برضو الجديده. كل ما كان التصبغ جديد كل ما كانت نتيجته اسرع، وكل ما يكون التصبغ او الاثر هيروح بشكل اسرع يعني، ومش هياخد وقت. وكل ما يكون قديم كل ما ياخد وقت. بس هو حاليا انا ما حسيتش انه بيأثر في التصبغات القديمه. بس انا يعني للامانه انا ما عنديش حاليا تصبغات قديمه، كل اللي عندي تصبغات او اثار لسه جديده. بس كان عندي كام اثر حبايه هنا ليهم فتره، فحسيت ان هو بدأ يأثر فيهم، بس برضو مش التصبغات العميقة. فهو حلو، وحسيت ان هو لا برضو بيأثر في التصبغات والآثار الجديدة والخفيفة والسطحية، مش اكتر من كده. نفسي لما اشتريته ما كنتش اتوقع خالص انه يعجبني، بس انا عن نفسي فعلا عجبني جدا وهكرره تاني. سعره حلو جدا، متوفر في الصيدليات. معظم انواع المقشرات حاليا من ذا اوردينري اسعارها بقت غالية ومش متوفرة، فده يعتبر زي بديل مقشر لطيف وخفيف على البشرة. فهو حلو جدا وانصحكم بيه، وانا عن نفسي يعني حبيته وعجبني، وما كنتش اتوقع بصراحة انه يعجبني. فهو لا حلو ويستاهل فعلا انكم تجربوه لو حابين. وبس كده، وده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو جربتوه اكتبولي رأيكم فيه عشان كلنا نستفاد. لو حابين اجرب منتج جديد برضو اكتبولي. وبس كده، وشكرا ليكم ومع السلامة.